تعالوا نعمل مع بعض الرز المعمر بكل سهولة، والطعم حكاية. أول حاجة معايا معلقة كبيرة من السمنة البلدي، هرفعها على النار لحد ما تسخن كويس جدا. أنزل عليها بكوباية ونص من الرز. تمام كده، وهضيف عليهم ملح وفلفل أسود، وهقلب كويس جدا الرز مع السمنة البلدي، بحيث إن يتغلف كله بالسمنة كده، ويكون الرز يسخن ويبقى ويفلفل معايا. تمام. في خلال الفترة دي أنا رافعة كيلو لبن حليب على النار، بسيبه لحد ما يغلي. تمام كده، أكون أنا جهزت الرز. طبعا الرز خلاص جاهز معايا، ابتدي مجهزه الصينيه بتاعتي. تقدري تضيفيه تحطي الرز ده في طاجن فخار، او نقدر نحطه كمان في صينيه المونيا، مفيش اي مشكله، او فايركس كمان. طبعا انا هنا بقى ضفت الرز، وضفت عليه 3 معالق كبار من القشطه. زي ما انتم ما شايفين القشطه دي يا جماعه وش اللبن. تمام. وهضيف عليها كيلو اللبن اللي احنا غليناه، وهقلب بقى الرز كويس جدا عشان اسويه. زي ما انتم ما شايفين كده. تقدري تستكفي بالمرحلة دي، لكن انا بحب طبعا نضيف بقى اضافات حلوة كده. نضيف نص كوباية قشطة على الوش. معايا بقى نص الكوباية دي، هبتدي ان انا اوزعها على الوش بالشكل ده. هتخلي معانا الرز كريمي وحلو قوي، ومليان كله قشطة. بصراحة بيكون طعمه حلو قوي. جربوا الطريقة دي هتعجبكم جدا جدا. بعد بقى ما هوزع بقى القشطه كلها طبعا في خلال الوقت ده، ومن اول ما انا جيت ابتدي اعمل الرز، مسخنه الفرن على درجه حراره 200. هدخل الطاجن الرز ده او صينيه الرز المعمر لمده نص ساعه في الفرن. مجرد خلاص هلاقيه خد اللون بالشكل ده وطلعه، وهيكون الرز استوى، هيبقى معاكي ممتاز. طبعا عامله معاه بطه بالبرتقال، وقبل كده عملتها لكم وموجوده الطريقه على الصفحه. وعامله كمان سمبوسه باللحمه المفرومه وسمبوسه بالجبنه. طبعا سفرة كاملة متكاملة حلوة جدا وجميلة جدا للفطار. كل سنة وانتم طيبين. وبكده تكون خلصت وصفة النهاردة. انتظروني ان شاء الله في فيديو جديد ووصفة جديدة. بتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم لايك وشير. باي باي. كل سنة وانتم طيبين.